إذا كنت بتقنع نفسك وبتريح ضميرك وبتقول لنفسك إن التحرش سببه لبس البنت، أحب أسمعك آية ذكرت في سورة النور: فيطمع الذي في قلبه مرض. ربنا عز وجل وصف في الآية دي المتحرش إن في قلبه مرض. فأوعى تتخيل إن لبس البنت أو أي سبب بيديك الحق إنك تتحرش بيها، لأن ده دينك، لأن دي علاقتك بربك. وربنا عز وجل قال لك: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر صارم لا خلاف فيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم من سهام إبليس. وربنا عز وجل بيقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن نظرتك ومسؤول عن الحاجة اللي بتسمعها. وخد بالك لما ربنا عز وجل قال إن السمع والبصر والفؤاد، لأن عينيك وودانك هما المنفذ لقلبك. فلما تطلق النظرة لنفسك وإيذاء الفتيات والتحرش بيهم لنفسك كده بدون مبرر وبدون ضابط، هتكتشف إن قلبك هيبدأ يصيبه السقم والبعد عن رب العباد. فخد بالك وانتبه، نظرتك محسوبة عليك أنت، مش محسوبة على البنت.